Hi everyone, welcome to English Unlocked مع ميس بسنت. أهلا بيك. النهاردة هنبدأ مع بعض أول سيشن لينا في المنهج الجديد للصف الثالث الإعدادي. طبعا أنا عارفة إنك السنة دي قلقان ومتوتر بسبب إن الإنجليش اتغير أو المنهج بتاعك اتغير، لأن الإنجليش اوريدي ثابت، يعني الكلمات بتاعته واحدة والجرامر بتاعه واحد، يمكن بس هو المنهج اللي شكله اختلف بالنسبة لك. ولكن ما تقلقش، أيا كان منهج جديد منهج قديم، فأنت محتاج إنك تذاكر وتعمل اللي عليك وبعد كده تسيب الباقي على ربنا. طالما أنت عملت اللي عليك وسعيت فخلاص. طيب أنا المفروض إن أنا أعمل إيه السنة دي علشان أدخل الحاجة اللي نفسي فيها أو إن الإنجليش ما يبقاش تقيل قوي بالنسبة لي؟ أول حاجة أنا السنة دي هكون معاك ماشية ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة، هشرح لك كل حاجة في منهجك، فأنا مش عايزاك تقلق خالص. هنشرح كل درس بشكل منفصل، هحل معاك كل الأسئلة الخاصة بكل درس، هحل معاك امتحانات شاملة، هعمل لك امتحانات انت هتحلها بنفسك وأنا هعلمها لك، فأنا مش عايزاك تقلق نهائي. بلس برضو حتى الكلمات أو الأسئلة اللي زادت عليك فدي كلها هنحلها وهنعرفها مع بعض، فأنا مش عايزاك قلقان أو حاسس إن في حاجة صعبة بالنسبة لك. كمان احنا عندنا بيكون في مشكلة كده شوية في السكيلز، اللي هي مثلا سؤال الدايلوج، الكومبريهنشن أو الباراجراف. الحاجات دي بيكون عليها درجات كبيرة وفي نفس الوقت بتكون محتاج انك تظبطها كتأسيس. فأنا إن شاء الله خلال السنة هنزل لك حلقات وكورسز للدايلوج والكومبريهنشن والباراجراف، لكل السكيلز اللي انت محتاجها خلال السنة. فانت هتسمع دروس الشرح بتاعتك وهتحل على المنهج، وكمان هيكون معاك حصص تانية للتأسيس أو للسكيلز، فأنت مش هتكون خايف أو مش هتكون حاسس إن في حاجة ناقصاك. فأوعدك إن شاء الله تكمل معايا السنة على خير، تبدأ بس جد من أول الفيديو ده لحد آخر فيديو إحنا هنعمله معاك خلال الترم، وبإذن الله أوعدك إنك هتدخل تقفل مادة الإنجليش. ورقة وقلم وابدأ معايا. إحنا من السنة دي هنشتغل من كتاب المعاصر، همشي معاك خطوة بخطوة وإن شاء الله هتكون سنة خفيفة عليك. يلا بينا let's start our lesson. النهاردة هنبدأ مع بعض أول lesson اللي هو lesson 1 و 2. هنبدأ مع بعض الدرس الأول والتاني، هما الاتنين بيبقوا كأنهم درس واحد بالظبط. طيب أول حاجة بتكون عندنا اللي هي الفوكابولري أو الكلمات. أول كلمة عندنا كلمة يبدو أو مظهر. يبدو أو مظهر معناها lock. طيب أنا عايزة بس أفهمك الاختصارات اللي بتكون موجودة جنب الكلمة علشان ما تحسش إنك مش فاهم مثلا حاجة. لما يجيب لك الإي دي ده معناه إنك كلمة lock هتزود لها الإي دي عشان تحولها في الباست، والباست يعني الماضي. كلمة lock معناها يبدو أو مظهر. طيب لو أنا خليتها locked دي معناها بدأ، اللي هو خليت الفعل بتاعي في الماضي. طيب لو جاب لي الاختصار اللي هو حرف الفي ده معناه verb يعني فعل، هو بيقول لي يبدو ويبدو ده فعل. طيب مظهر ده اسم، فالاسم يعني noun، فهو حط لك اول letter من الكلمة. يبقى هو لما يجيب لي اختصار حرف الفي ده معناه verb او فعل. طيب الان ده اختصار كلمة noun اللي هو الاسم. طيب بعد كده هيكون عندنا الهوية. ايه هي الهوية؟ الهوية معناها identity ودي طبعا noun. طيب يعني ايه الهوية؟ قال لي ان الهوية دي كل المعتقدات بتاعتك، كل الحاجات والمبادئ الخاصة بيك، وكمان احلامك الدريمز، كل التشالنجز او التحديات اللي انت مريت بيها. يبقى الهوية معناها identity. كلمة معتقد او مبدأ، المبدأ يعني belief وده برضو noun. عندي فريد أو مميز، لو أنا عايزة أوصف الحاجة إن هي فريدة أو مميزة يعني unique، ودي adjective يعني صفة. طيب ال ADJ ده اختصار كلمة adjective يعني صفة. عندي اكتشاف الذات. اكتشاف الذات اسمه self discovery معناها اكتشاف الذات، بعرف نفسي بشكل أكبر.
القوة أو القدرة على التحمل اسمها strength. الشخصية يعني personality ودي برضو noun. طيب التميز أو التفرد معناها individuality. طيب النمو أو النضج معناه growth وده برضو noun. طبعا أنا عرفتك كل الاختصارات اللي موجودة عندك عشان تبقى عارف الكلمة دي noun اسم ولا verb فعل، adjective صفة أو adverb حال. فأنت مهم جدا إنك تكون عارف كل كلمة دي عبارة عن إيه. بعد كده عندي الخلفية الاجتماعية أو النشأة اللي هي البيئة الاجتماعية اللي أنا كنت محاط بيها، يعني background. كلمة يقدر أو يقدر حاجة أو يقيم حاجة، أو حتى القيمة يعني value. الكلمة دي مهمة جدا. حقيقي أو واقعي يعني real، و real equal true. كلمة real أو true معناها حاجة حقيقية أو واقعية. الثقة يعني confidence. طيب يعني إيه واثق من نفسه؟ أنا هنا هوصف الشخص إن هو واثق من نفسه، فأنا هقول confident. يبقى confident معناها واثق من نفسه، لكن confidence معناها الثقة ذات نفسها، فدي noun. احترام الذات يعني self-respect. يبقى أنا عندي اكتشاف الذات يعني self-discovery، احترام الذات يعني self-respect. طب نقطة ضعف، كل واحد مننا بيكون عنده نقاط قوة وبيكون عنده نقاط ضعف. طيب نقطة الضعف اللي عندي اسمها ايه؟ اسمها weakness. طيب جراح للقلب اسمه heart surgeon. أمراض القلب بقى نفسها اسمها heart diseases. وبكده أنا خلصت معاك الفوكابولري الموجودة في أول جدول. طيب بعد كده بيديك pop quiz، يعني زي امتحان كده صغنطط أو كم سؤال بيسألهم لك على الحاجة اللي هو شرحها أو اللي هو جابها لك في الكتاب. قال لي مثلا البوب كويز أول حاجة بيقول لي complete the following sentences using the words in the box. معناها إيه؟ معناها إن هو بيديك شوية كلمات كده فوق وبيبقى مطلوب منك إنك تكمل الجمل دي بالكلمات اللي فوق. طب تعالى نشوف هنعمل إيه. أول سؤال بيقول لي my is who I am inside. أنا من الداخل، أنا من جوايا. not my look، مش من مظهري أو مش شكلي من بره. طيب my إيه؟ my real، احنا قلنا كلمة real معناها حقيقي. confidence يعني الثقة. identity يعني الهوية. unique يعني حاجة فريدة أو مميزة. strengths معناها نقاط القوة أو مثلا قدرة التحمل بتاعتك. طيب هنا بيقول لي my A is who I am inside not my luck، هقول my identity. الهوية بتاعتي هي أنا شكلي عامل إزاي، أو أنا إيه من جوايا، مش زي ما أنا من برايا، مش زي ما الناس شايفاني من برا، أنا فعلا إيه من جوا. طيب بعد كده عندنا number 2 هيكون عندنا some planets بعض النباتات or بتكون ايه so you can't find them، فانت مش هتقدر تلاقيهم anywhere else في اي حتة تانية. يبقى بعض النباتات هتكون فريدة من نوعها او مميزة، عشان كده انا مش هقدر الاقيها في اي حتة تانية، يبقى هقول هنا unique. طيب number 3 self A leads you بتؤدي إلى to succeed. إيه اللي هيؤدي للنجاح؟ كلمة succeed معناها نجاح. طيب self، طيب real confidence strengths، أكيد confidence. self confidence الثقة بالنفس هتؤدي للنجاح. طيب number 4 he is a هو بيكون إيه؟ friend صاحب. he always supports me هو دايما بيدعمني، يبقى هو صديق حقيقي، يبقى he is a real friend صاحب حقيقي.
طيب تعالى كده ندخل بعد كده على الكي ووردز او الوردز بتاعت lesson 1 الدرس الاولاني. تمام، احنا قلنا اصلا دول already بيكون عندك 2 lessons اول حاجه. طيب lesson 1 هيقول لي كلمه يسلك او يتصرف بطريقه معينه يعني act. طيب العطف او الطيبه يعني kindness. لكن كلمه kind لوحدها معناها عطوف او طيب، بوصف الشخص ان هو عطوف. مثلا اقول my friend احمد is kind، صاحبي احمد بيكون طيب. لكن لو قلت لك kindness is very important، العطف مهم. دي صفه ودي اسم. طيب كلمه شخصيه يعني character، وكلمه محبوب يعني popular. طب كلمه يشكل او الشكل اسمه shape، ويرتدي يعني dress. تمام، دي كده الكلمات اللي عندنا. وبعدين كمل لي في الجدول ده، قال لي وسائل التواصل الاجتماعي اللي كلنا طبعا نعرفها، واتساب، انستجرام، فيسبوك، الحاجات دي كلها اسمها وسائل التواصل الاجتماعي. طيب يعني ايه؟ يعني سوشيال ميديا، محدش يقولها سوشيال ميديا. تمام، فسوشيال ميديا يعني وسائل التواصل الاجتماعي. طيب غريب او غير مألوف، حاجة غريبة أو حاجة يعني مش عادية، دي معناها إيه؟ دي معناها strange. طيب يتغلب على، يقول لك مثلا أنا لازم أتغلب على التحديات اللي بتواجهني. كلمة يتغلب على معناها overcome. طب كلمة يحرز أو يسجل أهداف معناها score. I can score many goals. أنا بقدر أسجل أهداف كتير. كلمة يعتقد أو يصدق معناها believe. طيب مجهد أو مرهق يعني stressed. لو أنا جيت قلت لك I'm very stressed، أنا مرهق جدا. طيب القوة يعني power. عندنا الكلمة اللي بعدها كلمة يذكر يعني remind. يعني ايه يذكر؟ بص بقى، كمان شوية هنعرف الفرق ما بين كلمتين مهمين قوي، كلمة remember وكلمة remind. كلمة remember معناها ان انا بفتكر الحاجة لوحدي. I remembered to do my homework yesterday. انا افتكرت ان انا اعمل واجبي امبارح، محدش فكرني، انا افتكرت لوحدي. لكن مثلا لو رحت قلت لحد من صحابي او لحد من اهلي can you remind me to do my homework، ينفع تفكرني اني اعمل الواجب بتاعي؟ يبقى كلمة remind معناها يذكر شخص بحاجة، انا اللي بفكرك، انت مش بتفتكر لوحدك. يبقى يذكر يعني remind. طيب كنا لسه قايلين كلمة واثق بنفسه معناها confident. طيب والتحدي يعني challenge. طب أهدافي في الحياة اسمها goals أو purposes. طيب يؤثر على، حاجة بتأثر على حاجة. طب كلمة يؤثر دي verb معناها affect. طب الحقيقة أو الواقعية اسمها realness. طب يموت يعني die. ندخل على كلمات lesson 2 الدرس الثاني. رحلة طويلة معناها journey. العادات أو التقاليد بتاعتك اسمها traditions. يؤثر أو تأثير يعني influence. طيب بأمانة أو بصراحة ما اسمهاش honestly. هنا ال H بتكون silent، مش بقولها honestly، أنا بقول honestly. دي كده بأمانة أو بصراحة. طيب كلمة يدرك أو يعرف يعني realize. طب يحتفل يعني celebrate. يكتشف أو يستكشف حاجة يعني explore معناها يكتشف. طب حاجة ثابت يعني fixed. ملهم أو محفز، في حاجة ملهمة بالنسبة لي أو حاجة محفزة بالنسبة لي، الحاجة دي كده inspiring. طب التجربة أو الخبرة، أقول لك عادي يا عم، مش مهم، إيه يعني غلطنا؟ ما إحنا أخدنا خبرة،
يعني ايه بقى خبرة؟ يعني experience دي كده الخبرة اللي انا اخدتها. الطب يعني medicine، وكلمة medicine ليها another meaning او ليها معنى تاني بمعنى الدواء. يبقى كلمة medicine it has two meanings، الطب او الدواء على حسب طبعا ترجمة الجملة بتاعتك. كلمة يصف او يشرح معناها describe. التطوع volunteering. يشجع encourage. كلمة يشجع يعني encourage. My friends always encourage me. دايما صحابي بيشجعوني. كلمة نصيحة يعني advice. وصبور يعني patient. وكلمة patient برضو ليها معنى تاني اللي هي مريض، برضو على حسب ترجمة الجملة بتاعتك. اختلافات يعني differences. وكلمة يدعم أو دعم أو مساعدة يعني ينفع تيجي فعل وينفع تيجي اسم. يدعم أو الدعم يا فعل يا اسم، اسمها support. طيب الصفة أو الميزة يعني quality. طب الفضول curiosity. اوكي طيب كده احنا خلصنا مع بعض أهم الكلمات بتاعت lesson 1 و lesson 2. بعد كده بيجيب لك الجدول الظريف اللطيف ده اللي هو conjugation of verbs، تصريفات الأفعال. بص يا سيدي، انت كنت السنين اللي فاتت اغلبكم يعني كان بيحفظ البريزنت والباست، وكان في ناس في البي بي بتكبر دماغها منه او مش بتحفظه قوي. ولكن السنه دي انت من غير التصريف الثالث للفعل تقريبا مش هتعرف تحل نص المنهج اللي عندك. ليه؟ لان انت عندك ازمنه وعندك قواعد في الانجليش هتاخدها هي كلها معتمده على التصريف الثالث للفعل. فانت لو مش حافظه او مش عارفه فهتواجه صعوبه كبيره في انك تحل الاسئله. طب انا لو حفظته وعرفته الموضوع بالنسبه لك هيكون سهل وبسيط طالما فهمت القاعده وهتطبق عليها وخلاص. تمام؟ تعالى بقى نفهم ايه هي الconjugation of verbs او تصريفات الافعال. انت اصلا عندك 3 تصريفات للفعل. عندك present مضارع، عندك past ماضي، وعندك ال past participle او التصريف الثالث للفعل. طب المضارع احنا عارفينه. طب ال past الماضي برضه عارفينه. انا بتكلم على حاجه already حصلت زمان وانتهت، حاجه حصلت وخلاص ما بقاش ليها اثر. طيب كنا قبل كده قايلين ان ال past عندي متقسم حاجتين، الفعل في الماضي متقسم حاجتين، متقسم ل regular verbs أفعال منتظمة، ومتقسم ل irregular verbs أفعال غير منتظمة. طب إيه الفرق؟ إن الأفعال المنتظمة هتاخد يا إما دي، بص كده أنت دلوقتي عندك regular verbs. طيب دي أفعال منتظمة. طيب أنا وأنت السنة دي هنسميها مع بعض أفعال سالكة. هنسميها إيه؟ أفعال سالكة. طب ليه أفعال سالكة؟ قال لي عشان هي سهلة قوي. هيجي معاها 3 حاجات. هيجي لي الفيرب معاه يا إما دي يا إما إيدي يا إما اي دي. حلو؟ زي مثلا ايه؟ زي مثلا كلمة visit يزور، هيبقى الباست بتاعها visited. زار، ادي عندك الاي دي. زي مثلا كلمة play يلعب، الباست بتاعها هيبقى played لعبة. كلمة مثلا close الباست بتاعها هيبقى closed. هنا حطيت دي عشان الفعل already اخره اي، يعني الفعل لما يكون اخره اي بحط له دي. طيب زي مثلا عندي كلمة study يذاكر. طيب لما الفعل عندك يكون اخره واي وقبليه حرف ساكن هتعمل ايه بقى في الواي؟ هتشطب عليها وتنزل الكلمة زي ما هي وتحط اي اي دي.
يبقى أنا لو الفعل آخره إي هحط له دي، الفعل آخره واي وقبليه حرف ساكن هشيل الواي، أنزل الكلمة زي ما هي وأحط أي إي دي. طب أنا لقيت فيه واي وقبليها حرف متحرك زي كلمة play، هتنزل الكلمة زي ما هي وتحط إي دي. وأكتر الأفعال عندك بتاخد إي دي، تمام؟ طب دول كده بالنسبة للأفعال السالكة أو الأفعال المنتظمة اللي هي هيتزود لها دي إي دي أي إي دي. طيب بالنسبة للirregular verbs أهي أنت عندك regular verbs أفعال منتظمة، دي أول حاجة عندك. طيب تاني حاجة عندي اللي هي irregular verbs اللي هي أفعال غير منتظمة. طب تفتكر هتبقى سالكة ولا مش سالكة؟ أكيد مش سالكة. طب ليه مش سالكة؟ قال لي عشان حضرتك هتضطر تحفظها زي ما هي. طب ليه يعني اضطر احفظها زي ما هي؟ عشان انت مش هتعرف انك تترجمها او انك تكتبها غير لو انت حافظها، لان هي ولا بتاخد دي ولا بتاخد اي دي ولا بتاخد اي اي دي، فانت مضطر انك تعرفها. زي مثلا كلمة سي يعني يرى، مش هقول سيد في الباست، انا هقول so. زي مثلا كلمة eat في الباست انا مش هقول eated، انا هقول ate. فانت الافعال عندك في الماضي في irregular verbs هتكون غير منتظمة، هضطر احفظها زي ما هي. طيب دلوقتي بقى ارجع معايا هنا في conjugation of verbs. هنا بقى عندك irregular verbs الافعال الغير منتظمة، جايب لك present والpast والpp. طيب قلنا present يعني مضارع، past يعني ماضي، واتفقنا افعال سالكة منتظمة وافعال مش سالكة غير منتظمة. طب وعندي PP اللي هو اختصار past participle التصريف الثالث للفعل، وده انت هتعرف استخداماته بالتفصيل لما هنشرح الجرامر مع بعض. طيب كلمة يشعر يعني feel الباست felt والPP felt. كلمة يجد أو يكتسب يعني find found. ينمو أو ينضج يعني grew grown. محدش يقولها لي grew، مفيش grew، هي اسمها grew grown. كلمة يتغلب أو يتخطى حاجة معينة أو يتخطى تحدي معين يعني overcome، والباست بتاعها overcame والPP overcome. يجعل أو يصنع يعني make والباست made والPP made. طب كلمة يعتقد أو يفكر معناها think، والباست thought والGH ما بتتنطقش، والPP برضو thought. مهم إن كل الجداول دي تتحفظ عشان ما تحسش إن الدنيا صعبة عليك. طيب بعد كده عندنا study these definitions اللي هو ادرس التعريفات دي. هيجيب لك كلمة ويقول لك معناها بس كجملة بالإنجلش. يعني مثلا أول حاجة عندي identity أو الهوية. طب إيه هي الهوية؟ قال لي who a person is، الشخص بيكون إيه؟ أنت مين؟ طيب عندي بعد كده كلمة value، وvalue معناها يقدر أو يقيم، بقدر حاجة، بقيم حاجة. have a high opinion عندك رأي عالي of someone or something في شخص أو في شيء، كده أنت بتقدره أو بتقيمه. طيب background يعني الخلفية الاجتماعية. طب ده إيه يعني؟ where someone comes from، المكان اللي الشخص ده جا منه، البيئة اللي انت كنت محاط بيها، دي كده الباك جراوند بتاعتك. طيب self discovery معناها اكتشاف الذات. learning more about who you are، انت بتتعلم اكتر عن نفسك، عن انت مين. تمام؟ دي كده السيلف discovery. طيب عندنا بعد كده الcollocations اللي هي المتلازمات اللفظية. في كلمتين يجولي مع بعض يدولي معنى معين. يعني مثلا يحل مشكلة معناها solve a problem. طب يشارك في معرض، يشارك يعني enter،
معرض fair. enter a fair يعني يشارك في معرض. طب أنا عايزة أقول يحافظ على ثقته في نفسه. عايز أقول لك أنت لازم تحافظ على ثقتك في نفسك. معناها stay confident. stay confident. طب يبقى عالقا في الذهن. معناها إيه يعني؟ الحاجة تفضل معلقة في دماغي. طب يعني إيه الحاجة تفضل معلقة في دماغي؟ stay in mind. stay in mind. طب أنا دلوقتي بواجه تحدي. معناها face a challenge. هنا face مش معناها وش، هنا معناها يواجه. يبقى face a challenge معناها يواجه تحدي. طب أنا عايزة أقول يكتسب الثقة بالنفس. يعني build or gain. يعني دي تنفع ودي تنفع. ممكن أقول build confidence أو gain confidence. طب أنا عايزة أقول يشعر بالثقة بالنفس. أنا حاسة إن أنا واثقة في نفسي، أو الشخص ده يشعر إن هو واثق في نفسه. يعني feel confident. feel confident. طب يحس إن هو متوتر يبقى feel stressed. تمام؟ دول كده المتلازمات اللفظية اللي عندك. بعد كده عندنا ال vocabulary study. عندنا synonyms and antonyms. يعني ايه بقى الكلام ده؟ انت اوريدي اصلا كنت واخدهم من اولى وتانية اعدادي. تمام؟ السنة دي برضو مهم قوي انك تكون عارف الكلمة والسينونيم بتاعها او المرادف بتاعها، وكمان الانتونيم or الopposite اللي هو العكس. يعني الكلمة ومرادفها ومضادها. حلو؟ لان ده هيفيدك جدا في حصيلة الكلمات بتاعتك، في ترجمة الجمل، في حل أسئلة الكومبريهنشن أو القطعة. فأنت محتاج إنك معلش تقسم الكلمات دي حتى لو على مدار الأسبوع، بس الكلمات مهم إنك ما تفوتش حاجة فيها، لأنك أول دفعة هتمتحن في النظام الجديد، فأنت مش عارف هو ممكن يركز لك على إيه وممكن ما يركز لكش على إيه. فأنت لازم تكون في السيف زون، في منطقة الأمان يعني. طب تعالى كده نشوف. عندي هنا الورد أو الكلمة. كلمة قوة أو نقطة قوة معناها strength. السينونيم power. الانتونيم أو الopposite يعني weakness. عكس القوة الضعف. عكس نقطة قوة نقطة ضعف. يبقى عندي هنا strength power. الopposite بتاعها weakness. طب حاجة فريدة أو مميزة unique. طب والسينونيم different مختلف. rare نادر. special يعني برضو حاجة خاصة أو مميزة. طيب عادي عكس حاجة مميزة أو فريدة من نوعها، حاجة كده مش موجود منها كتير، عكسها حاجة عادية. طب عادي يعني common ordinary or normal. التلاتة دول ليهم نفس المعنى. طب بسيط أو سهل يعني simple. هياها easy or plain. والعكس complicated or difficult. عكس حاجة سهلة امتحان سهل، عكسها امتحان صعب أو معقد. يبقى عندي complicated و difficult. طيب حقيقي أو واقعي يعني real والسينونيم true. الopposite fake. انت شخص حقيقي، عكسها انت شخص مزيف fake. بتتكلم مثلا بطريقة مش بتاعتك. طيب واثق بنفسه أو متأكد يعني confident. طيب والمرادف sure or certain. طيب والعكس عكس حد واثق من نفسه حد مش واثق في نفسه، يبقى unsure uncertain غير واثق، أنا مش متأكد. طيب قلنا يقيم أو يقدر يعني value. المرادف بتاعها appreciate والكلمة اللي بعدها evaluate. طب عكس أنا مقدرك ومحترمك ومقيمك، عكسها إيه؟ بستخف بيك. أنت مش فارق معايا فأنا بستخف بيك. طب يستخف بيه اسمها undervalue. وكمان عندنا disregard. طب كلمة مضغوط يعني stressed. طب والسينونيم worried or anxious. قلقان مضغوط متوتر، كل بقى الحاجات الفظيعة دي. طب عكسها عكس أنا متوتر وقلقان ومتعصب، أنا هادي ومسترخي مفيش حاجة فارقة معايا. يبقى هادي ومسترخي يعني quiet و relaxed. طيب سلبي حاجة سلبية يعني negative. هياها bad or weak. طيب والopposite positive. كلمة يساند أو يساعد يعني support. هياها help encourage.
يشجع أو يساعد. طب عكسها، عكس حد بيشجعك وبيسندك، حد بيعارضك، حد بيقف في طريقك، صح؟ طب يعني ايه كلمة يمنع؟ حد يقف في طريقي أو يعارضني، يعني prevent or oppose. ده كده الجدول بتاع الword والsynonym والantonym or opposite. الجدول ده بقى prefixes or suffixes. ايه الكلام ده؟ البدايات والنهايات. كم حرف كده أنا ببدأ بيهم أو بزودهم على الكلمة يدوني معنى معين، وكم حرف أحطهم في آخر الكلمة برضو يحولوا لي الكلمة دي لحاجة تانية. طب يعني إيه برضو؟ مش فاهم. تعال أما أقولك. دلوقتي كلمة individual معناها فردي. حلو؟ طيب فردي ده صفة، أنا بوصف الحاجة إن هي فردية. طب أنا لو زودت لها في الآخر ITY، لو جات لي في آخر كلمة individual حولتها ل individuality. طيب معناها إيه؟ معناها تميز الشخصية. طيب يبقى هو كده حول لي الصفة لإيه؟ حول لي الصفة لاسم. يبقى ال ITY بتكون الاسم من الصفة. طب تعالى ناخد example كمان. عندي كلمة personal معناها شخصي، صح؟ زي مثلا personal information، معلومات شخصية. أنا هنا وصفتها، ادي الصفة. طب أنا لو حطيت لها ITY خليتها personality تميز الشخصية أو الشخصية، ده اسم. يبقى أنا كونت الاسم من الصفة. طيب بص يا سيدي اللي بعدها، عندي كلمة kind لوحدها معناها عطوف أو حنين. أنا هنا بوصف الشخص إن هو حنين، يبقى دي برضو صفة. طب أنا حطيت لها النهاية NESS، خليتها kindness اللي هي العطف. لما أقول لك the kindness is very important، العطف مهم، يبقى حول لي الصفة لاسم. طيب قال لي self لما تجيلك قبل كلمة دي بتشير للنفس. يعني ايه؟ يعني احنا من شوية كنا بنقول self discovery، معناها اكتشاف الذات او اكتشاف النفس، انا بكتشف نفسي. طب self respect معناها برضو احترام الذات او النفس، يبقى self عايدة على الذات او عايدة على النفس. طيب ايه تاني؟ كلمة confident احنا كنا قايلين معناها واثق من نفسه، صح؟ يعني صفة. طب امال لو حطيت لها النهاية ENCE بقت confidence معناها ثقة، يعني حولت لي الصفة برضو الاسم. طيب كلمة stress معناها ايه؟ معناها يضغط، ده فعل، ادي الفعل اهو. طيب stressed انا زودت لها دي فانا خليتها صفة، حولت الفعل لصفة، بدل ما يضغط خليتها متوتر او مرهق او مضغوط، يبقى stressed. طب تعالى كده نشوف. بيقول لي the suffix ends، النهاية ends in confidence اللي جت في كلمة confidence changes the word، غيرت الكلمة into a. طيب يبقى أنا دلوقتي احنا قلنا كلمة confident لوحدها كانت صفة. طيب بمعنى ايه؟ بمعنى واثق من نفسه. طب أنا حطيت لها ens فأنا خليتها confidence معناها الثقة، صح؟ يعني ده اسم، يبقى ens هنا غيرت لي الصفة لاسم، يبقى خليها نعم. طب number 2 the earth اللي هو الأرض and the sun والشمس are unique، حاجات فريدة من نوعها. The antonym of unique معناها ايه؟ عكس الكلمة دي ايه؟ complicated، normal، irregular، formal. عكس حاجة فريدة من نوعها أو متميزة normal، حاجة عادية. طب number 3 stressed can have the same meaning of معناها نفس المعنى. طيب كلمة stressed ليها نفس معنى كلمة ايه؟ weak، sure، worried، relaxed. worried قلقان أو متوتر. كل ده تقدر انك تحله من خلال فهمك أو حفظك للكلمات اللي احنا لسه شارحينها.
طب number 4 we can form the noun. كلمة form معناها يكون. طب انت تقدر تكون the noun الاسم from the adjective من الصفة individual. احنا قلنا كلمة individual معناها فردي. انا هنا الكلمة دي تعتبر صفة. طب هو بيقول لي انت تقدر تكون الاسم من الصفة دي by adding the suffix بان انت تحط لها انهي نهاية. هتحط لها meant ولا نس ولا ity ولا ion. طيب احنا قلنا individuality اللي هي ity. Number 5 the prefix self البداية self. خلي بالك لازم تكون عارف ان كلمة prefix يعني بداية وكلمة suffix يعني نهاية. طب هنا بيقول لي البداية self in self respect. في كلمة self respect احترام الذات means related to. كلمة related to معناها يشير إلى. طب هي self دي بتعود على مين؟ others الآخرين، thinking التفكير، people الناس، or oneself نفسك تعود على الذات أو النفس. طيب number 6 the suffix a form the noun بيكون الاسم from the adjective kind. احنا قلنا ان كلمة kind معناها عطوف ودي صفة. طب الراجل بيقول لي انا عايزك تحوليها لي الاسم لناون، فانا هزود ايه لكلمة kindness اوكي اللي هو العطف. بعد كده عندنا حاجة مهمة قوي 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 وناس كتير قوي بتكبر دماغها من الحتة دي، بس هي مهمة وبتيجي في الأسئلة وبيلخبطك فيها. فلازم برضو انك تعرف القواعد والكلمات اللي موجودة هنا. انت محتاج انك ما تسيبش حاجة معلش السنة دي. قسم وقتك وقسم مذاكرة الانجليش على مدار الاسبوع عشان ما تحسش ان الدنيا تقيلة قوي عليك وان الكم كبير. طب هنا عندي كلمتين عايز يقول لي الفرق ما بينهم. اول كلمة advice. طب تاني كلمة device. بص الفرق ما بينهم عندك هنا advice فيها letter A. طب هنا مفيش هنا letter A وفي عندي حرف ال E. advice device. طب كلمة advice لوحدها معناها نصيحة ودي اسم لا يعد، أنا مش بعدها تمام. مش هقول advices، مش هعمل كده، مش هجمعها بحرف الاس. طيب my advice نصيحتي to you ليك is to avoid bad friends. كلمة avoid معناها يتجنب. نصيحتي ليك انك تتجنب او تبعد عن صحاب السوء. طب هنا كلمة device بقى معناها جهاز وده اسم يعد عادي. ممكن اقول devices معناها اجهزة زي مثلا السمارت فون، اللابتوب، التابلت، كل دول عبارة عن devices أجهزة. هو بيقول لي الجهاز ده بيؤدي وظيفة معينة، ده طبيعي. زي مثلا the smart phone الهاتف الذكي is a useful device بيكون جهاز مفيد. يبقى advice نصيحة، device معناها جهاز. طيب خلي بالك هو لو هيتكلم على جهاز واحد فهيقول لك a device. في هنا سبيس ما بينهم ده letter A اللي بيجي قبل السنجلر ناون الاسم المفرد عشان يعرفك ان الحاجة دي واحدة. لكن هنا كلمة advice دي كلمة كلها على بعض. حرف ال A من ضمن الكلمة، ركز حرف ال A هنا من ضمن كلمة advice. لكن هنا انا هقول a device معناها جهاز واحد تمام. طب نخش على اللي بعده. عندي هنا كلمة feel معناها يشعر أو يحس. طب أنا هقول إيه؟ أنا حاسس إن أنا متوتر، حاسس إن أنا قلقان، جعان، زعلان، فرحان. المهم إن أنا هوصف نفسي صح؟ أو هوصف حد. يبقى كلمة feel معناها يشعر وبيجي بعدها صفة. زي مثلا لما أقول لك what helped her اللي ساعدها feel more confident إن هي تشعر بالثقة في نفسها. ادي عندك كلمة feel وعندك هنا الصفة. يبقى feel بيجي لي بعدها الادجكتيف او الصفة. طيب بعدين بص بقى
الكلمتين دول ليهم نفس النطق، بس هتلاقي السبيلنج بتاعهم مختلف. يعني انا بنطقهم نطق واحد بس بكتبهم بطريقة مختلفة، وكل واحدة فيهم ليها برضو معنى مختلف. طيب مثلا عندي هنا دي كلمة quiet ودي برضو كلمة quiet، هتلاحظ ان اول واحدة ITE لكن تحت IET، فالسبيلنج عندك مختلف. طيب quiet الاولانية دي adverb، وadverb يعني حال. حلو. طب quiet دي معناها ايه؟ معناها تماما او الى حد ما. تمام؟ زي مثلا reading on the beach، القراءة على الشاطئ is quite comfortable. quite comfortable مريحة الى حد ما. يبقى quiet هنا معناها الى حد ما. طب هنا كلمة quiet دي adjective، وadjective يعني صفة. طب معناها ايه؟ معناها هادي. ممكن اوصفك ان انت شخص هادي، صح ولا لا؟ فانا هقول I like quiet pupils، انا بحب التلاميذ او الطلاب الهاديين inside the class، جوه الفصل. يبقى تركز، هي كلمة quiet إلى حد ما ولا quiet اللي هي الصفة بمعنى هادي؟ بعد كده عندنا كلمة remember و remind، لسه كنا قايلينها. remember أنا بفتكر لوحدي، طب remind في حد بيفكرني. طيب remember ده كده verb، I must remember أنا لازم أفتكر my password، لازم أفتكر الباسورد بتاعي، دي حاجة أنا لازم أفتكرها لوحدي. طيب كلمة remind برضو ده verb، ده فعل. can you remind هبة، ينفع تفكر هبة of her homework، تفكرها بالواجب بتاعها، ينفع تفكر هبة بالواجب بتاعها؟ يبقى واحدة بفتكر لوحدي والتانية حد بيفكرني. طب نمبر 5 عندي effect و affect، الاتنين دول مهمين قوي والفرق ما بينهم حرف. عندي هنا effect معناها تأثير أو نتيجة. طب التأثير ده noun، ده اسم. هقول what is the effect of pollution، ايه هو تأثير التلوث on the environment، على البيئة. ايه تأثير التلوث على البيئة؟ يبقى كلمة effect معناها تأثير. طب affect احنا كنا قايلينها معناها يؤثر على حاجة بتأثر على حاجة تانية. تمام؟ مثلا أنا بأثر عليك، صح؟ أنا ده الفاعل، ده السبجكت. طب بأثر ده الفعل اللي أنا بعمله. طب بأثر على مين؟ عليك، فأنت المفعول. يبقى عندي كلمة affect لازم يجيلي بعدها object، مفعول، ما هو حاجة بتأثر على حاجة تانية. يبقى أنا عندي فاعل وفعل ومفعول. قال لي ما بتجيليش بحرف جر، بتيجي من غيره. How does other people's opinion affect you؟ ازاي آراء الناس بتأثر عليك؟ طب فين الفاعل والفعل والمفعول؟ الفاعل آراء الناس، الفعل affect اللي هو بيأثر. طب you انت المفعول، انت اللي بيتم التأثير عليه. بعد كده عندنا الجدول ده فيه ال important expressions and prepositions، فيه تعبيرات وحروف جر مهمة. ايه الكلام ده؟ التعبيرات دي بتبقى عبارة عن جملة مش بفضل افصصها، مش بفضل اقطع فيها واترجم كل كلمة لوحدها، لا، هي بتبقى جملة على بعض او expression، تعبير على بعضه ليه معنى معين، مش بفضل اقسمه واترجم كل كلمة لوحدها. طب زي ايه مثلا؟ لو انا مثلا عايزة اقول يتصرف بطريقة معينة، هقولها ازاي؟ هقولها act in a certain way. act يعني يتصرف، in a certain way يعني بطريقة معينة. act in a certain way. طيب تشكل شخصيتي، الحاجة دي بتشكل شخصيتي، معناها ايه؟ shape my character. shape my character. طيب أكثر شخص يتحدث أو يتكلم، الأكثر لفتة للانتباه، يعني ايه؟ يعني أكتر حد بيلفت الناس ليه، أكتر حد عمال يتكلم. ساعات احنا مثلا بنلاقي في أي درس أو أي حصة أو أي مكان في حد كده عمال يحاول يبين نفسه،
الشخص ده اسمه ايه؟ the loudest person. the loudest person. طب الآراء السلبية اللي كلنا بنسمعها اسمها negative opinions. طب تنضج شخصيته. شخصيته بتنضج، بتكبر. انت كل سنة شخصيتك بتنضج. انت السنة دي غير السنة اللي فاتت، غير السنة اللي قبلها، كل سنة انت بتنضج. طيب معناها ايه؟ معناها grow into a person. طب بذمتك انا ينفع هنا ترجمها ترجمة حرفية؟ اقول grow يعني يكبر، into a person بيكبر لشخص. هينفع اعمل كده؟ لا، عشان كده ده اسمه expression. طيب ينقذ الارواح معناها save lives. طب يتغلب على تحديات الحياة، اي حاجة تواجهني بقدر الحمد لله ان انا اعديها واتغلب عليها، مش بفضل قاعد جنبها اعيط. يعني overcome life's challenges، بيتغلب على تحديات الحياة. تمام؟ طيب يفعل شيء مفيد، بيعمل حاجة مفيدة. do something useful. مش هينفع هنا اقول make، ها؟ بقولها do something useful. طيب شخصيتك الحقيقية، هل شخصيتي الحقيقية هي دي اللي بتبان في شكلي بس من بره وطريقة كلامي كده وخلاص؟ ممكن مثلا في حد يتكلم معاك من بره يبقى حلو قوي، تحس ان هو شخص طيب وجميل ولابس حلو وكل حاجة، بس ممكن يكون هو من جواه شخص مش كويس. ممكن يكون اصلا من جواه عايز مثلا يأذيك وانت متعرفش. فالشخصية الحقيقية مش هي اللي باينه لك من بره، الشخصية الحقيقية هي اللي من جوه البني ادم نفسه. فانت عندك شخصيتك الحقيقية اسمها what you really are inside. what you really are inside. بعيدا عن مظهري، اقول لك احكم عليا بعيدا عن شكلي، ما تبصش على شكلي وتحكم عليا، لا، اعرفني الاول وبعدين احكم عليا. يبقى لو قلت بعيدا عن مظهري معناها beyond my looks. beyond my looks. طب عايزه اقول رأيي مهم، معناها my voice matters. عندي البريبوزيشنز، حروف الجر. طبعا احنا عندنا حروف جر كتير قوي في الانجليش، عندنا in وعندنا on وعندنا of وعندنا to وعندنا about، عندنا حاجات كتير قوي. طب انا على مزاجي بستخدمهم مع اي كلمه احط in، مع اي كلمه احط of؟ اكيد لا، في كلمات بتيجي معاها حروف جر معينه عشان برضو تديني معنى معين، فهو بيجيبها لك في الجدول ده. يعني مثلا لو انا عايزه اقول لك يشعر بشأن، يشعر بشأن حاجه معناها feel about. طب عايزه اقول لك مع مرور الوقت هقول لك over time. over time. طب يفكر في حاجه يعني think of. think of. طب كلمه يناسب او يلائم، اقول لك انا بحاول ان انا اكون متناسبه كده مع الناس اللي حواليا، بحاول ان انا اناسبهم. كلمه يناسب يعني fit in. fit in. اوكي؟ طيب الصفحه دي اللي بتكون عندنا دي بتكون المين بوينتس بتاعه الريدنج. يعني ايه؟ يعني هو من الاخر بيلخص لك كده دروس القراءه في الجدول اللي فات ده، بس انت ما ينفعش انك تعتمد عليه لان دروس الريدنج بتاعتك السنه دي كلها متغيره، فانا لازم اقراها من هنا، وبعدين لو عايز تقرا الملخص فتمام براحتك. طب تعالى بقى دلوقتي معايا نشرح الريدنج اند listening. دلوقتي نتعرف مع بعض على دروس القراءه اللي عندي. محتاجه اقراها من هنا، افهم الموضوع بيتكلم على ايه. طب ليه يا ميس ما خليتناش نقرا من الملخص وخلاص؟ ما اصل لو قريت لك من الملخص في حاجات هتفلت منك، وانت مهم بالنسبه لك دروس القراءه عشان الدروس دي اللي هيجي لك منها الباراجراف. فانت ازاي هتعرف تكتب عن موضوع انت ما قريتهوش بشكل كامل؟ مش هتعرف. فانت اقرا الموضوع، مش هيخسرك حاجه، وافهم الموضوع دلوقتي معايا، فهتلاقي ان انت عندك افكار للباراجرافات اللي عندك. لكن انا لو لقيت موضوع باراجراف غريب مثلا عليا وانا اصلا ما قريتش عنه، هحس ان الموضوع صعب، ما انا اوريدي اصلا ما عنديش افكار ناحيته. طيب تعالى كده نشوف مع بعض. عندي هنا who I am beyond my looks. انا ايه بعيدا عن مظهري. بس جايب لك ايه؟ واحد واقف نفسه قدام المرايه وعمال كده بيتكلم مع نفسه. تعالى كده نشوف ايه اللي بيحصل. شكله حاجه وشخصيته حاجه. تعالى كده نفهم الموضوع. بيقول لي at school، في المدرسه many students think they must look or act a certain way to fit in. بيقول لك ايه بقى؟ في طلبه كتير في المدرسه
بيبقوا فاكرين ان هم لازم يتصرفوا ويلبسوا بطريقة معينة عشان يناسبوا الناس اللي حواليهم. But I have learned that my identity isn't about what others see. بس أنا عرفت إن الهوية بتاعتي دي ملهاش علاقة الناس من بره شايفاني إزاي. It's about who I really am inside. دي ليها علاقة، الهوية بتاعتي بتكون أنا مين من جوايا، مش الناس شايفاني إزاي من بره. بيقول لي أحمد، يبدأ بقى يحكي لي عن نفسه. أحمد، أنا اسمي أحمد، 15 years old، عندي 15 سنة، يعني يعتبر في سنك. بيقول لي and I live in جيزة، وأنا عايش في الجيزة. My background، والتنشئة الاجتماعية بتاعتي is simple، بسيطة. I come from a family that values، أنا جيت من عيلة بتقدر الهارد work، العمل الجاد، بتحب أو بتقيم الناس اللي بتشتغل بجد. and kindness، وكمان العطف. these beliefs، المعتقدات أو المبادئ دي shape my character، شكلت شخصيتي. and help me know what's right، وخلتني أعرف كمان إيه هي الحاجات الصح. I may not be the loudest person in class، أنا ممكن ما أكونش الشخص اللي بيعلي صوته في الفصل أو اللي بيحاول إنه يلفت الانتباه ليه. but، ولكن I believe listening، أنا أعتقد إن الاستماع is one of my strengths، إن أنا أكون شخص بيعرف يسمع اللي حواليه، دي نقطة قوة عندي مش نقطة ضعف. sometimes، أحيانا I feel stressed، بحس إن أنا مضغوط أو متوتر from social media، من وسائل التواصل الاجتماعي. احنا ساعات مثلا بنلاقي على النت او على الفيسبوك ناس تتصرف بطريقة معينة وبتتكلم بطريقة معينة وبتلبس برضو بطريقة معينة، فكلنا بنحس ان احنا لازم نكون الشخص ده، لازم نلبس زيه، نتكلم زيه، نروح نفس الاماكن، نعمل نفس الحاجات عشان تكون حياتنا حلوة. بس احنا ما نعرفش ورا الخلفية او ورا الكاميرا دي حياة الشخص ده فعلا عاملة ازاي. هل هو زي ما هو باين لي، ولا هي حياته مختلفة عن الشكل اللي هو بيظهرهولي؟ فهو هنا بيقول لي أنا بحس إن أنا مضغوط من وسائل التواصل الاجتماعي to change how I act، وبفتكر إن أنا لازم أغير الطريقة اللي أنا بتصرف بيها or dress، أو حتى الطريقة اللي أنا بلبس بيها. أنت مش مضطر إنك تغير من نفسك عشان تعجب الناس اللي حواليك. But I remind myself، ولكن أنا دايما بفكر نفسي that being real، إن أنا أكون شخص حقيقي مش شخص fake is more important than being popular. إن أنا أكون شخص حقيقي وبتعامل بطبيعتي وأكون كويس فعلا، ده أهم بكتير قوي من إن أنا أبين حاجة عكس شخصيتي وأكون بقى مشهور ومحبوب بس في نفس الوقت أنا عارف إن ده مش أنا. طيب through self discovery، خلال بقى اكتشاف الذات، I have found more confidence، أنا لقيت ثقة أكتر في نفسي. I now know that being unique doesn't mean being strange. أنا عرفت إن أنت تكون شخص مميز ده مش معناه إن أنت تبقى شخص غريب، مش لازم ألبس بطريقة غريبة وأتكلم بطريقة غريبة عشان كده يعني أنا أكون شخص متميز، لأ. It means being real. لو أنت فعلا عايز تكون شخص مميز، خليك شخص حقيقي، اتعامل على طبيعتك and with strength and self-respect، ومن خلال بقى نقاط القوة بتاعتي واحترامي لذاتي وتقديري لنفسي. I can grow into the person I want to be. أنا هقدر إني أكبر وأنضج وأكون الشخص اللي أنا فعلا عايز أكونه، مش حد تاني غيري الناس أو المجتمع حطوني في القالب بتاعه. تمام؟ بصوا الريدنج بتاعكم حلو جدا جدا و very exciting بصراحة، يعني شغله حلو ومثير، يعني حتى معلوماته حلوة، فأنت ما تحسش إن الموضوع صعب وده كبير والكلمات جديدة.
حاول انك تستمتع وانت بتسمع مثلا الشرح او بتحل او حتى بتتعرف على الدرس. حاول انك تحس ان الموضوع لذيذ يعني، لان هو فعلا والله مواضيع الريدنج اللي عندكم فعلا حلوه. طب هنا بيقول لي سيلف ديسكفري، اكتشاف الذات. هنا في معلومات اوريدي احنا قريناها، فاحنا هنسرع الريتم شويه. عندي هنا هوست وليلى، اتنين بيتكلموا مع بعض. المضيف بيقول ايه بقى؟ Today we are speaking with ليلى. النهارده هنتكلم مع ليلى. A 15-year-old student from Alexandria. طالبة عندها 15 سنة من اسكندرية. ليلى has been on a journey of self-discovery. ليلى قضت رحلة طويلة في رحلتها في اكتشاف ذاتها. طب وبعدين؟ قال لي learning what identity means to her. وبدأت إن هي تتعرف الهوية بالنسبة لها إيه. Welcome ليلى. أهلا بك يا ليلى. فالأستاذة ليلى قالت له هاي أهلا. I'm happy to share. أنا أكون مبسوطة إن أنا أشارككم التجربة بتاعتي. طيب بعد كده so how would you describe your identity؟ إزاي هتقدري توصفي لنا الهوية بتاعتك؟ قالت له well حسنا I think identity is not just your name. أنا أعتقد إن الهوية بتاعتك مش بس مجرد اسمك. طب أمال إيه؟ or where you are from، أو حتى المكان اللي أنت ساكن فيه، ملهاش علاقة بدول. It's your personality. دي ليها علاقة بشخصيتك، ليها علاقة بالشخصية بتاعتك من جوه. وكمان ال values والقيم and your dreams وأحلامك. I come from a big Egyptian family. أنا جيت من عيلة مصرية كبيرة that values واللي بتقدر traditions التقاليد. طيب but I also love reading. بس أنا برضو بحب القراية. solving problems وحل المشكلات and volunteering والتطوع. يبقى هي بتحب تحل مشاكل، بتحب تقرا، بتحب تتطوع. That's part of who I am. وده جزء مني، أنا بحب أعمل كده، فدي جزء مني. طب وبعدين؟ قال لها have your beliefs. هل المبادئ بتاعتك ومعتقداتك دي changed over time؟ اتغيرت معاكي مع مرور الوقت ولا فضلت ثابتة؟ قالت له yes. أيوة اتغيرت. When I was younger، لما أنا كنت أصغر من كده I thought being quiet was a weakness. أنا كنت شايفة زمان وأنا صغيرة إن أنا عشان شخص هادي فدي نقطة ضعف عندي، إن أنا كده حد مش واثق في نفسه، ودي كده مش نقطة قوة، الناس مش هتحبني ممكن عليها. But now I see it. ولكن أنا دلوقتي فهمت it is a strength. عرفت دلوقتي بقى إن دي مش نقطة ضعف، إن دي نقطة قوة عندي. I'm a good listener. بص أنا مستمعة جيدة. يعني أنا مثلا لو قعدت مع حد وبيحكي لي عن حاجة هكون سامعاه ومركزة في كل حاجة هو بيقولها. And I think before I speak. ولازم دايما بفكر قبل ما أتكلم، مش بقول الكلمة واسيبها كده تيجي زي ما تيجي. That helps me. وده ساعدني build confidence. إن أنا أبني ثقتي في نفسي. What influenced your growth the most؟ ايه اللي أثر على النمو بتاعك أكتر؟ قالت له honestly، في الحقيقة يعني أو بأمانة my teachers المدرسين بتوعي. One encouraged me to enter a science fair. في واحد من المدرسين شجعني إن أنا أدخل معرض العلوم. And that made me believe in my ideas. وده خلاني أكون واثقة من أفكاري وأكون متأكدة منها. I realized my voice matters. وكمان أدركت إن أنا رأيي مهم. بعد كده راح قايل لها what does being real mean to you؟ طيب إنك تكوني شخص حقيقي ده معناه إيه بالنسبة لك؟ قالت له it means showing who I really am. ده معناه إن أنا أبين للناس وللي قدامي أنا مين فعلا. Even if I am different. حتى لو أنا مختلفة. مش عشان مثلا شلة صحابك بيتعاملوا أو بيتصرفوا بطريقة معينة فأنت لازم تكون شبههم. عادي جدا إنك تبين حقيقتك حتى لو أنت مختلف عنهم. I have learned that individuality is something to celebrate. أنا بقى أدركت واتعلمت إن تميز الشخصية بتاعي ده
حاجة تستحق الاحتفال، مش حاجة كده عادية وخلاص. طيب روح قايل لها any advice for other teens يعني مراهقين. فقال لها طب عندك أي نصيحة تانية للمراهقين exploring who they are في رحلتهم كده وهم بيستكشفوا نفسهم؟ راحت قالت له be patient، خليك صبور with yourself، مع نفسك. انت لو فيك اي حاجة حاسسها انها نقطة ضعف فيك، فانت ما تفضلش واقف كده وتفضل بقى تجلد في نفسك، وانا ليه كده، وانا ليه مش بعرف اتكلم، ليه مش بعرف اخد حقي، ليه. لا، خليك صبور مع نفسك وواحدة واحدة على نفسك، عشان مفيش حاجة بتتغير من يوم وليلة. فهي بتقوله خليك صبور مع نفسك. identity isn't fixed، كده الهوية بتاعتك مش هتفضل ثابتة. يعني انت احلامك وطموحاتك السنة دي زي السنة اللي فاتت؟ لا. طب المعتقدات والمبادئ بتاعتك هل هي السنة دي زي مثلا من 3 سنين؟ برضو لا. يبقى شخصيتك وهويتك مش هيفضلوا ثابتين، كده بالوقت هيتغيروا. It grows and your differences are your power. تقول لك كده الهوية بتاعتك دي هتنمو وهتنضج، وكمان الاختلافات اللي انت حاسس ان هي ممكن تكون مشكلة بتقول لك it's your power، دي اصلا مصدر القوة بتاعك. فالهوست او المضيف راح قايل لها thank you، شكرا ليكي ليلى، that was inspiring، دي كانت حلقة يعني او موضوع ملهم او محفز لينا. ده كده تاني قطعة ليك في المنهج او في الليسن ده يعني. طب بص بقى هنا عندك lesson 2. حلو. بص هو انت اكبر حاجة عندك اللي في الاول ده، اول 1 و 2 lessons، هما بيخضوك بقى، يجيبوا لك مواضيع ريدنج كتير ويجيب لك الجرامر ويجيب لك بقى قصة. بس بعد كده بقية اليونت يعني بيهدوا الدنيا فيه شوية، فانت ما تتخضش، هو الكم ده مش في كل درس. طب تعالى نشوف بقى. دكتور مجدي يعقوب طبعا كلنا عارفينه يعني لا غنى عنه، was born in Egypt، طبعا اتولد في مصر in 1935 1935. When he was young، لما كان صغير he enjoyed reading about science، هو كان بيستمتع وبيحب يقرأ عن العلوم and medicine وعن الطب. When his father's sister، بص بقى تركاية بالله عليك ركز فيها عشان apostrophe اس الملكية دي ناس كتير قوي بتتلخبط فيها. apostrophe اس الملكية اللي بعدها يخص اللي قبلها. تاني apostrophe اس الملكية اللي بعدها يخص اللي قبلها. يعني أنا هنا هترجمها أخت بابا. أخت بابا يعني عمتي. لو أنت حاولت تترجمها بالعكس وقلت father's sister أبو أختي، طب ما هو أبو أختك ده باباك. فعشان كده بقولك إن apostrophe اس الملكية اللي بعدها يخص اللي قبلها عشان ما تترجمش غلط. طب وبعدين بقى روح قايل لي إن عمته يعني أو لما عمة مجدي يعقوب dead from heart disease، لما عمة مجدي يعقوب ماتت بسبب مرض في القلب، اللي حصل بقى؟ مجدي felt very sad، مجدي كان زعلان قوي. he began to wonder، وبدأ يتساءل أو يتعجب. خلي بالك في كلمات ساعات كده بيبقى متقلك شوية الخط بتاعها، الكلمات دي بتلاقي المينينجز بتاعها تحت. يعني مثلا كلمة wonder اهي معناها يتساءل، دي نمبر 4 حتى مرقمها لك، فانت ما تتخضش يعني. طيب هنا بيقول لي هو بدأ ان هو يتساءل how doctors، ازاي الدكاترة could save people with heart problems. بدأ يسأل نفسه هي ازاي الدكاترة يقدروا ان هم ينقذوا ارواح الناس من امراض القلب دي. طيب this question stayed in his mind، السؤال ده فضل في دماغه for years، لمدة سنين. he decided، هو قرر to study medicine، إن هو يذاكر الطب، وبعدين and learn everything about the heart، وإن هو يتعلم كل حاجة عن القلب. his search for answers led him to become a heart surgeon. إيه الكلام ده؟ يعني الأبحاث عن السؤال ده
هو ايه السؤال؟ ازاي الدكاترة هيقدروا ان هم ينقذوا ارواح الناس من مشاكل القلب؟ ده السؤال اللي فضل في دماغه، فبدل ان هو يعمل ابحاث كتير قوي عشان يلاقي اجابات للسؤال ده. فمن كتر الابحاث والمذاكرة والحاجات اللي عملها قدر ان هو يوصل ان يكون جراح للقلب. By following his curiosity وباتباع فضوله، مجدي discovered his true purpose. طيب مجدي اكتشف الهدف بتاعه من الحياة. طب ايه هو هدفه؟ To save lives، ان هو يحافظ على ارواح الناس وينقذهم. His story shows that القصة بتاعته بينت لنا that sometimes our goal، ان ساعات الهدف بتاعنا comes from a question or a problem we want to solve. ساعات هدفك في الحياة بيكون عبارة عن سؤال أصلا جالك، أو حتى إنك حاولت تحل مشكلة معينة، فالحاجة دي أدت بيك إنك عرفت الهدف بتاعك من الحياة. يعني هو السؤال بتاعه كان إنه إزاي الدكاترة هيقدروا يحافظوا على أرواح الناس، فالسؤال ده خلاه يقعد يدور ويذاكر ويدرس عشان في الآخر يوصل لهدفه إن هو عايز ينقذ أرواح الناس بس، وبقى جراح للقلب وهكذا. طب تعالى بقى دلوقتي ندخل مع بعض على جزء السبيكينج. وسبيكينج يعني التحدث او الكلام. انا مثلا دول في السيشنز بتاعتي برايفت اور سنتر او اونلاين او اي حاجه، يعني مثلا لما بيكون معايا عدد طلاب فبخليهم ان هم يتفاعلوا مع بعض ويبداوا ان هم حد يسال وحد يجاوب عشان الموضوع يكون لذيذ. فيعني انت حاول انك الموضوع ده تعمله مثلا مع حد قريب منك حتى عشان تتعود انك تتكلم بالانجلش عادي. طب تعالى كده نشوف. عندي هنا asking and answering questions about your identity، سؤال وإجابة عن هويتك. بص يا سيدي، الكويستشن بيقول لي إيه؟ أول حاجة بيقول لي what is identity؟ إيه هي الهوية؟ أولاً بس الجدول ده أو الحاجات دي هتفيدني في إيه؟ في الدايلوج. الدايلوج بتاعك هيجي منه مثلاً أسئلة زي دي، فأنت تعمل إيه؟ هتقدر إنك تجاوب من خلال ده، تمام؟ طيب بلاش مثلا سي الدايلوج، الباراجراف بتاعك ممكن انك هتاخد افكار من الانسرز مثلا، الاجابات اللي عندك، فانت ما تحسش برضو ان الجدول ده مش مهم، لا حتى لو هتقراه بس اقراه يعني ما تفوتهوش. طب هنا what is identity؟ ايه هي الهوية؟ it's about your personality، الهوية دي شخصيتك، values القيم بتاعتك، and dreams والأحلام. دي ممكن تكون أصلا أول جملة في الباراجراف بتاعك، تمام؟ طب هنا how do other people's opinions affect you؟ ازاي آراء الناس بتأثر عليك؟ قال لي they sometimes help me، الأفكار دي ساعات بتساعدني change my ideas، إن أنا أغير أفكاري، but sometimes ولكن أحيانا they upset me، بيزعجوني. يبقى آراء الناس فيا ساعات بتساعدني أغير مثلا أفكاري في حاجات معينة، وساعات تانية بتكون مثلا آراء سلبية أو آراء وحشة فبتضايقني. طب هنا بيقول لي how do you feel؟ كيف تشعر when you hear negative opinions؟ لما تسمع آراء سلبية من حد، إيه هو بيكون إحساسك؟ قال لي I feel stressed، أنا بحس بالتوتر، بحس إن أنا مضغوط. طبعا دي حاجة طبيعية جدا لينا كلنا. طيب هنا asking and answering questions about your personality، سؤال وإجابة عن شخصيتك. What 3 words؟ اديني 3 كلمات describe your personality best، هتوصف شخصيتك بشكل أفضل. عايزة 3 كلمات، حاول إنك أنت حتى تفكر فيهم لوحدك. هنا بيقولي confidence، الثقة بالنفس، being honest، وإن أنا شخص أمين، الأمانة، and strength، والقوة. 3 كلمات دول بيوصفوني. why؟ طب ليه؟ because my self-confidence، علشان ثقتي بنفسي helps me succeed، بتساعدني في النجاح، and makes me unique، وكمان بتخليني شخص متميز. فاحنا كده دلوقتي خلصنا كلام عن الهوية وعن الشخصية، لميت لك أهم الفوكابلري، كل الكلمات، ما سبتلكش كلمة غير لما قلتها معاك. حاول انك تكررها وتحفظها بره، الكلمة مش بتتحفظ كده اورال شفوي، لا انت كمان بتحفظها بالكتاب عشان تعرف تكتبها صح. ولميت كمان معاك كل مواضيع الريدنج، فانت ان شاء الله مش هيقف معاك اي حاجة خالص. طيب انتظر مني ان شاء الله
الفيديو التاني لشرح الجرامر. طبعا التو lessons دول ليهم شرح جرامر مهم جدا جدا جدا، فان شاء الله انتظرني في الفيديو التاني لشرح الجرامر، والفيديو التالت لحل اسئلة lesson 1 و 2. وان شاء الله يتمنى يعني لو عجبكم الفيديو ده تدوسوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد هنزله لكم خلال الترم. See you later.